مساء الخير عليكم واهلا بيكم في اول حلقه من برنامج المزيكاتي. برنامج المزيكاتي ده احنا هنتكلم فيه عن كل حاجه في المزيكا. هنتكلم عن اغاني الاندر جراوند واغاني النوستالجيا والتسعينات والالفينات واغاني القديمه وام كلثوم وفيروز وفوزي. هنتكلم عن الموسيقى التصويريه، هنتكلم عن كل حاجه. بس انا حابب ان احنا اول حلقه نبتديها بريفيو عن البوم كايروكي من البطه السوداء، لان الالبوم لسه نازل. فكنت حابب اقول وجهه نظري الشخصيه، واقول تاني انا بقول وجهه نظري الشخصيه في الالبوم. ممكن ناس تتفق معايا او تختلف، هي وجهات نظر عموما، والاغاني او المزيكا عموما وجهات نظر. فممكن حد يبقى شايف ان انا بقوله ده صح، وممكن حد تاني شايف ان انا بقوله ده غلط. فنبتدي اول حلقه مع بعض، وان شاء الله الحلقات الجايه يبقى فيها حاجات احسن كتير. يلا بينا. حابب قبل ما اتكلم عن الالبوم نفسه اقول بس حاجه، ان اي مزيكا عشان تسمعها كويس او عشان تحكم عليها كويس لازم تسمعها كذا مره، بالذات لما تكون مزيكا مختلفه، بالذات لما يكون فيها افكار لسه ودنك ما خدتش عليها. لازم محتاج تسمعها مره واثنين وثلاثه عشان تحكم عليها حكم مناسب. ما ينفعش تسمع الالبوم مره وتقول ده وحش، او تسمع اغنيتين ثلاثه لا خلاص مش حلو. اي حاجه جديده عشان تتقبلها لازم تقعد تسمعها، ولازم تقعد تركز فيها، عشان اللي هتسمعه اول مره واللي هتاخد بالك منه في اول مره غير تاني مره غير تالت مره. لو بكره نهاية العالم هنزل افول عربيتي. اول اغنيه هنتكلم عنها هي هات لنا بالباقي الباين. يعني هو عنوان الاغنيه المفروض يبقى خراب يا دنيا عمار يا دماغي. يعني تحس ان اللي كتب الكلام ده كان بيحلم مثلا، او كان فعلا في سوبر ماركت حقيقي وخد بالباقي الباين، فقال لك ايه ده دي تنفع مطلع اغنيه، طب ما يلا بينا. والمشكله مش في كده، المشكله ان هم وافقوا انها تبقى اغنيه فعلا. فاللي هو طب ايه اللي بيحصل؟ مزيكا حلوه قوي، بس هي الفكره في سؤال واحد: ازاي مزيكا حلوه كده ممكن تترجم في هبدايه كده، او في حاجه اسمها هات لنا بالباقي البان ونجيب سجاير بالنعناع؟ والاجابه هي حاجه واحده برضو: الثقه. انت ممكن وانت واثق في نفسك تقول اي حاجه، اي بلح في العنب. بس الموضوع كان غريب يعني. فانا بالنسبه لي المزيكا فيها فكره، والكلمات في ناس هتشوفها حلوه، بس انا بالنسبه لي ايه ده؟ أنا شايل من زمن. أنا في قلبي ألف سؤال. اغنيه يا ابيض يا اسود هي من كلمات امير عيد، والحقيقه هي بتقول اللي هو عايز يقوله. يعني هي كلماته بتعبر عن اللي هو عايز يقوله بالسهل الممتنع جدا. قدر يقول كل حاجه وعايز يقولها ببساطه، وفيها كمان فكره جديده نسبيا يمكن ما اتعملتش قوي قبل كده، فكره الالكترو شعبي اللي هو اصلا بقى فن اوريدي موجود. بس هنا الجديد ان هو عمل الكترو شعبي مع شويه روك، يعني في حته كده تاتش روك كده، وده هنتكلم عنه في الاخر. اخر حاجه انا حابب اقولها موضوع الروك ده. فهي كاغنيه هي مش وحشه، وفيها تجديد، والمزيكا فيها اختلاف. وانا دايما بحب اقدر جدا لما الحاجه يكون فيها فكره جديده. يمكن الناس لسه ما تاخدش بالها من الموضوع ان في حاجه جديده، عشان كده بقول الالبوم يتسمع مره واتنين، او الاغاني اللي فيها حاجات جديده تتسمع مره واتنين. أنا الأمارة إنها دوارة شفايفها حلوة بس بتعض. اغنيه انا السيجاره هي برضو من كلمات امير عيد، وتحس انها الجزء الثاني بتاع اغنيه الكيف. يعني تحس ان هو في نص الاغنيه كده يقول لك وسجاره جابت جوان وجوان جاب حبايه. يعني انت وانت بتسمعها هتلاقي دماغك راحت للكيف اصلا. فبرضو مش عارف ايه الفكره من ترسيخ فكره ان الاغاني الشعبي، ان انت عايز الناس تسمع الاغاني بتاعتك في التكاتك وفي قناه المولد وفي الحاجات اللي اصلا مش بتاعه الفن المستقل. هي دي فكره تجاريا مطلوبه جدا وناجحه جدا، بس فنيا انا بالنسبه لي مش ده اللي انا بسمعه لكايروكي، او مش ده اللي انا كنت مستنيه من كايروكي. بس واضح ان هم حبوا الموضوع قوي بعد اغنيه غريب في بلاد غريبه اللي عملوها مع باسط حموده، وحبوا يكرروا الموضوع كتير ومستمرين في ده. أنا حساباتي مختلفة، يا ناس على رزقها خايفة. سيبونا أنا العبيط اللي بفكر عادل الدفة. انا الصوت يمكن بالنسبه لي الاغنيه دي من احسن اغاني الالبوم، ما كانتش الاحسن على الاطلاق، لان هي بتتكلم عن الباند نفسه، والباند فيه بيتكلم عن نفسه، وفي نفس الوقت انت وانت بتسمعها بتبقى حاسس ان الاغنيه بتتكلم عنك انت. فحاسس ان هي فيها حاجه يمكن ما اتقدمتش قبل كده، وبتعيش فيها جو انت ممكن تكون من جواك عايز تعيشه، ومن جواك انت اصلا بتفكر في ده. فحابب اقول برافو نور عبد الله.
الأغنية هتعيش كتير، الأغنية دي هتفضل سايبة بصمة، ويمكن من الأغاني القليلة في الألبوم اللي فيها سولو روك أو سولو إلكتريك. شابوه كايروكي على الأغنية دي. انا بغني ليكم ولا بغني عليكم، احمي نفسي انا ولا احميكم. يلا نغني. يمكن الأغنية دي تحديدا أمير بيفكر فيها بصوت عالي معانا، يمكن بيفكر في إن هو الضغوط اللي بيواجهها بينه وبين نفسه، بيفكر في الضغوط اللي الباند نفسه بيواجهها بينه وما بين الجهات التانية، بيفكر ما بين الضغوط اللي بيواجهها الباند ناحية المستمعين نفسهم، هل هم بيقدموا المفروض يقدموه ولا هم ماشيين في سكة غلط ولا ماشيين في سكة صح. فالأغنية دي بتعبر عن ضغوط كتير ما بينه وما بين الناس اللي بتسمع، وما بينه وما بين الباند نفسه، وما بينه وما بين الجهات الرقابية اللي ساعات مش بتقدر تنزل ليهم أغاني. فالأغنية دي من أكتر الأغاني اللي الباند فعلا فيها قدر يوصل هو عايز يقول إيه. شاب صغيرك يا أمي ما عاد بريئا يا أمي، ولكم قد هادا وتراخى. ما عاد صغيرا أغنية من تأليف الدكتور الله يرحمه أحمد خالد توفيق، كانت لفتة طيبة قوي من الباند إن هم يحطوا الأغنية دي في الألبوم. الأغنية اتعملت قبل كده وكان فيها مشاكل لغوية فعملوها تاني وحطوها في الألبوم. بنخاف من الضلمة ومن اللم، من فن الكلمات السم، بنخاف من روحنا ومن سم، بنخاف من الغير. بنخاف أغنية حلوة قوي قوي، المزيكا بتاعتها حلوة قوي، صوت شريف فيها حلو قوي، يمكن تقريبا دي أول مرة يغني. الأغنية حتى نفسها بتتكلم في موضوع أصلا بيحصل لنا طول حياتنا، فكرة الخوف. أنت بتخاف إن أنت تاخد خطوة ناحية حد، لا رد فعله مبقاش زي ما أنت متوقع، وفي نفس الوقت أنت بتخاف تفضل مكانك، لا تفضل وحيد. بتخاف إن أنت تعمل أي حاجة عشان بتخاف تفشل، وفي نفس الوقت أنت بتخاف إن أنت تفضل زي ما أنت، الوقت يعدي عليك وأنت لسه معملتش حاجة. فكرة الخوف دي اللي طول حياتنا احنا اصلا عايشين جواها. مسيرك يا ملوخية، تيجي تحت المخرطة، الدنيا قلابة مفترية، لم الدور وبلاش بمبكة بكة، هوب 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 هوب. الاغنية دي يمكن اللي ملفت للنظر فيها او الاكتر حاجة هتاخد بالك منها ان الاغنية دي واخدة طابع تسعيناتي، تحس انها اغنية نوستالجيا شوية كده. يمكن السبب في ده هو ان اللي موزعها او اللي عامل المزيكا بتاعتها هو حسام حسني. ما يعرفش ان حسام حسني موزع، هو سايب بصمه كبيره في فتره التسعينات. يمكن من اهم الالبومات اللي عملها البوم ايس كريم في جليم، وده هنبقى نحكي قصته بعدين، يعني ليه قصه طويله هنحكيها بعد كده. حسام حسني اللي هو بتاع مين وده وده ولولاش قلبه ما يعيش، هو ده حسام حسني، هو ده. كان ليه تجربه معاهم قبل كده في اغنيه انا بحبك انت وغيرك انت نوبادي. اغنيه مش وحشه، اغنيه يعني من اغاني اللذيذه شويه بالنسبه للالبوم، بس كان في احسن برضه. انا شايف ان كان في احسن. بيبيعوا لك الهوا، بيحطوا السم في الدواء، انت واحد هما السوا، نجوم بعيد في السما، باصين عليك من فوق، جعانين شهرة فلوس وضوء، يدولك مليون امارة وانت تاخد بالذوق. كان لك معايا، يمكن انا كنت حابب اسيب الاغنيه دي في الاخر لان فيها كلام كتير ممكن يتقال. ناس كتير انتقدت الاغنيه بسبب ان الميكس ما بين صوت الاغنيه او ما بين الاغنيه وما بين صوت ام كلثوم ما كانش بالمستوى المطلوب او كان فيه احسن من كده. لكن هي بتناقش حاجه يمكن محدش ناقش فيها قبل كده، فكره ان المشاهير او الناس المؤثرين بيضغطوا على الناس او بيفهموهم ان الدنيا كويسه وان البلد حلوه وان كل حاجه تمام، وفي الحقيقه ان ده مش حاصل. هما بس بيستغلوا فكره ان الاعلام مؤثر وان الناس بتصدق الاعلام، فبيحاولوا ان هما يقولوا لهم ان الدنيا لطيفه والدنيا كويسه، بس ده مش الحقيقه. الفكره بقى في صوت ام كلثوم نفسه. في ناس ممكن تسال نفسك اشمعنى صوت ام كلثوم، هل في وجهه نظر في الموضوع ولا الموضوع ده كان تلقائي؟ قالك معايا اجمل حكايه العمر كله. في وجهه نظر بتقول ان تم استخدام صوت ام كلثوم تحديدا لان هم شايفين ان ام كلثوم في الفتره دي او فتره ال60 عام اللي زي ما اتذكرت بالنص كده في الاغنيه، هي كانت اكتر حد مؤثر على الناس واكتر حد كان بيغطي على عيوب السلطه. دي وجهه نظر، هل هي صح؟ مش عارف. هل هي حقيقيه؟ مش عارف، لكن هي تظل وجهه نظر. يرمولك طعم في سنارة، تاكل تتشتت تتاكل في اغنية او اعلان، التوجه صاحبي عام ويفوت 60 عام والعمر يجري اوام. يمكن من الحاجات اللي انا كنت سايب الاغنيه دي في الاخر عشانها برضو هي فكره الباند نفسه بيعملها واتكلم عنها في الاغنيه، هي فكره الفيوز. هل انت كباند مستقل المفروض ان هو ابتدى كباند روك بيعمل الاغاني عشان تجيب فيوز وعشان ناس كتير تسمعها وعشان يكسب فئه جديده من الناس، ولا عشان يعمل حاجه ترتقي بالذوق العام وترتقي بالفن المستقل نفسه ويعمل افكار ما كانتش موجوده قبل كده؟ انا شايف ان كايروكي دلوقتي رايحين في حته مش بتاعتهم او ما كانتش بتاعتهم. فكره ان انت تعمل اغاني فئه كبيره بتسمعها او ناس كتير بتسمعها، فئات الاغاني الشعبي. الفن الشعبي ليه ناس اللي بيسمعوه والفن يحترم،
لكن هل كايروكي اصلا ابتدوا كده، ولا هم لقوا الموضوع بيجيب ناس كتير وبيجيب فيوز كتير، وبيلاقوا ان في ناس كتير بقت تسمع ده فبقى بيعملوا ده؟ انا واحد من الناس بسمع كايروكي من زمان، من ساعه يمكن ايام الثوره. انا اول ما عرفت كايروكي كان باند روك. هل في اغنيتين او 3 على بعض يتقال عليهم اغنيه روك او ده باند روك؟ لما تسمع الالبوم كده، هل ده باند روك فعلا، ولا ده باند بيحاول ان هو يحقق اكبر نسبه انتشار ايا كانت الطريقه؟ انا حابب اسال السؤال ده ليكوا، وحابب اساله الامير لو هيسمع. دي كانت وجهة نظري الشخصية عن ألبوم كايروكي. الألبوم كان فيه أفكار أول مرة تتقدم، كان فيه مزيكا جديدة، لكن برضو كان فيه حاجات ممكن تبقى أحسن من كده. كنت حابب في آخر الحلقة أتكلم عن فكرة إمتى أول ألبوم ظهر بيناقش فكرة الصراع أو الخلاف ما بين الأغاني المستقلة أو أغاني الأندر جراوند زي ما احنا بنقول، وما بين الأغاني الكوميرشال أو أغاني السوق. كان في ألبوم في أول التسعينات، هو تقريبا أول ألبوم كان ألبوم أندر جراوند، وبالمناسبة هو لحد معروف جدا ومغني كوميرشال عادي. ده اللي هنعرفه الحلقة الجاية. استنوني في تاني حلقة من برنامج المزيكاتي. اشوفكم على خير. يا عم احنا عبرنا اسهل. يلا روح يلا